بقول لك ايه يا ابني، اللي يضربك اضربه. صباح الفل. ساعات كتيرة بسمعها وبالذات من الأبهات، يعني لما أولادهم يجوا مضروبين من المدرسة أو من الحضانة، لا بقول لك إيه، اللي يضربك اضربه. مفيش حتة بقى إن إحنا نروح نقول للمدرسين أو كده. الموضوع ده مش أفضل حاجة، لأنك أنت كده زي ما أنا قلت في كذا مرة قبل كده لازم تتدرج مع ابنك. ما ينفعش تجيب له من آخر حاجة خالص. المفروض إن إحنا نعمل إيه أو نقول إيه لو حصل إن ابننا اتضرب أو اتأذى نفسيا في الفصل. بيبقى الموضوع ليه وجهتين، إن أول حاجة ابننا بيحس ان هو ضعيف لو معرفش يرد على اللي ضربه، وتاني حاجه اللي ضربه ده بيحس بانتعاش كده وان هو اثبت نفسه. فطبعا دي بتتقال دلوقتي ان هو تنمر، بولينج، حاجات كده اهو. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا لا ينفع اقول لابني لا ما تضربش، ولا برضو ينفع ان انا اقول له اضرب. طب انت عايزه مننا، انت تعبتينا. لا، زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا هنتدرج. نقول ايه؟ اول حاجه هتقولي لابنك او بنتك بص، لو فلان، لان ساعات بيبقى هو فلان ضربك او اذاكي، بتبصي له في عينه وتقول له لا انا ما بحبش حد يضربني، وتروح تقول للمشرفه او المدرسه او اي حد كبير في المكان. جاو ضربك تاني او هزقك او ضحك عليك، حلو قوي، بتروح باصص له تاني وتقول له لا انا ما بحبش حد يضربني، وتروح زقه وتروح تقول للمدرس شفتوا انا هنا عملت ايه، دمجت اول خطوه بتاني خطوه. تالت خطوه بقى احنا هنقول له يعمل ايه، يبص في عينه يقول له لا انا ما بحبش حد يضربني، ويزقه ويضربه في الحته اللي هي القدام دي بتاعت تحت الايه، الركبه. يعني هيضربه هيضربه بس مش الضرب العنف. خلي بالكم ان انا بتدرج بمعدلات الغضب لابني او بنتي، بعلمه ازاي يتدرج في الغضب، ما يجيبش الغضب من اخر حاجه. دي هيفيده في حياته بعد كده. طيب ده بالنسبه لابني، ان انا حسسته لا ان في اول حاجه في تدرج في الغضب، في لو في حد كبير في المكان بتروح برضو تلجأ له وتقول له علشان تحصن نفسك عشان ما يقولوش عليك بلطجي يا ابني. ثالث حاجه ان انت في الاخر بتوصل لدرجه لا انك انت هتاخد حقك وتزقه، وساعتها بقى ايه اللي بيحصل؟ نتنقل للطرف الثاني، انه هيحس ان انت قوي. وانس ان الطفل البولير او الطفل اللي هو بيضرب ده حس ان اللي قدامه مش ضعيف او لا ده بياخد حقه، هيبتدي ايه، يعرف حدوده في المكان، هيبتدي يرجع. لان الطفل ده دايما بيبقى يا اما هو شاف ضرب في البيت او حد اوريدي بيضربه، او شاف حد في العيله بيتعرض لحاجه زي كده، فهو ده يعني بيعبر عن الظروف اللي موجوده في بيته بالطريقه دي. فنحاول على قد ما نقدر، على قد ما نقدر حته اللي يضربك اضربه، ما تتقلش. بس احنا بنتناقش مع اولادنا وبنتدرج معاهم في الغضب على قد ما نقدر. طب هل في حلول تانية نقدر نعملها؟ ممكن في حلول تانية نقدر نعمل. يا ريت بس، وده بالذات بلاقيه في جروب الماميز، يعني يا ريت بقى مين اللي ضرب ابني يلا يجي لي على الواتساب، يجي لي برايفت. لا يا جماعه، احنا مش ناس كده. احنا ممكن نعمل حركه طريفه جدا وظريفه مع بعضينا. انا كده ما بتكلمش بقى على الصغيرين ونتعامل معاهم ازاي، انا بتكلم على الكبار. احنا ممكن نتواصل مع الام او ولي الامر التاني ونقول لهم طب تعالوا انتوا معزومين مثلا على قاعده في النادي، على اكله حلوه، ونخلي الولاد يتعاملوا ويشوفونا احنا كناس كبار بنتعامل ازاي، ونخليهم هم كمان يتعاملوا كده. ما نفضلش بقى ندي الاتهام لا ابنك اصله اللي مش متربي، لا ابنك اللي مش عارفه ايه. يا جماعه هي مش ناقصاها خالص، الحياه فيها من الضغوطات كفايه ان احنا ما نحكمش بقى على ناس تانية. ارجو ان انا اكون افدتكم بحاجه زي كده. هرجع تاني اقول لكم لو سمحتوا سيبوا لي الكومنتات تحت لو اي مشكله مواجهاكم او عايزين تسالوا في الموضوع ده، وسيبوا لي برده ايه المواضيع التانية اللي عايزين اتكلم فيها. شكرا.